السلام عليكم. طريقة علاجية نبوية بسيطة جدا قد تكون سبب في شفاء كثير من الأمراض بفضل الله سبحانه وتعالى، وهي عن حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه. جاء عند البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم صلوا عليه كان عندما يأتيه مريض كان يرقيه هكذا. احفظوا إخواننا هذا الحديث جيدا وعلموه إخوانكم. كان يأتي بأصبع السبابة وكان يضعه على ريقه الشريف هكذا، ثم يضعه على الأرض، على التراب، أي تراب، اشترط أن يكون التراب طاهرا، أي تراب إخواننا، ثم يقول بسم الله بتربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن الله، ثم يضع أصبع الشريف السبابة على مكان الألم، أي ألم، أي مرض في جسدك. أكرر الحديث مرة ثانية. كان يضع صلى الله عليه وسلم أصبع السبابة على ريقه الشريف هكذا، ثم يضعه على الأرض التراب، ثم يقول بسم الله بتربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن الله، ثم يضع إصبع السبابة صلى الله عليه وسلم على مكان الألم، أي ألم في جسدك، صداع، صدفية، جروح، ألام في الركبة، ألام أسفل الظهر، ألام في رجلك، أي ألم في جسمك، أي مرض، أي جروح، أي شيء في جسمك، افعل هذا الأمر بشرط عن يقين في كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، فلقد قال عنه ربه إن هو إلا وحي يوحى. كلام النبي وحي، لابد أن تكون متيقنا. كل هذا الحديث بتدبر، تفكر في معانيه، احفظه، علمه لإخوانك، علمه لأهلك. افعل هذا الأمر مع بنتك، مع ابنك، مع زوجتك وأولادك، علمه لجيرانك. حديث جميل جدا، افعله بيقين، كرره كل يوم. إن كنت مريض كل يوم افعله حتى تشفى من مرضك بإذن الله سبحانه وتعالى. أحد مشايخنا قال هذا الحديث لبعض الإخوة فعلوه وطبقوه عن يقين، شوفوا بفضل الله سبحانه وتعالى مع الصبر على هذا الأمر. إخواننا حديث بسيط جدا، احفظوه وعلموا لإخوانكم، فالدال على الخير كفاعله. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.